السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. دلوقتي هنكمل في شرح المستوى الاول من كورس الانجليش، وهناخد المحاضرة الثانية. طبعا احنا كنا بدأنا في المستوى الاول واخدنا المحاضرة الاولى، والمحاضرة الاولى قلت لك فيها مقدمة عن اللغة الانجليزية، وعرفتك هندرس ايه في المستوى الاول او هتتعلم ايه من المستوى الاول، وكمان كنا اخدنا قواعد نطق الحرف A و B و C و D و E، واخدنا كمان مجموعة من الكلمات المهمة جدا جدا واللي لازم تحفظها في البداية، علشان اللغة الانجليزية بتعتمد بشكل اساسي على حفظ الكلمات. علشان كده كل محاضرة هتاخدها في نهاية المحاضرة هتاخد مجموعة من الكلمات اللي لازم تحفظها. لازم تحفظ الكلمات دي علشان اللغة الإنجليزية عبارة عن كلمات، عندك حصيلة كلمات كبيرة هتلاقي مستواك في اللغة زي العسل، مش عندك هتلاقي مستواك واقع. تمام. طيب احنا هنبدأ دلوقتي في المحاضرة الثانية ليكتشر 2. في ليكتشر 2 هنبدأ وناخد حرف الاف. مضمون المحاضرة النهاردة الحاجات اللي احنا هنشرحها في المحاضرة هيكون حرف الاف وحرف الجي وحرف الاتش وحرف الاي وحرف الجي. تمام، دي الحروف اللي احنا هناخدها في المحاضرة رقم 2. بالاضافه برضو ان احنا هناخد ووردز، هناخد يعني كلمات كده نحفظها في نهايه المحاضره. تمام. طيب يلا بينا دلوقتي نبدا في حرف الاف. حرف الاف من الحروف السهله والبسيطه خالص اللي ملوش اي مشكله على الاطلاق. القاعده الاولى ليه بتقول ان هو حرف الاف بيلفظ اف عادي، زي مثلا كلمه فود، زي مثلا كلمه فيش عادي. يبقى القاعده الاولى الحرف الاف ان انا بلفظه اف، زي مثلا كلمة فود، زي مثلا كلمة فيش، زي مثلا في أسماء الأشخاص فاطمة، فارس كده. تمام. طيب القاعدة الثانية دي إن أنا لو عندي كلمة منتهية بالإف أو الإف إي، أو منتهية بالإف أو الإف إي، فلما أجمع الكلمة دي بخلي نهاية الكلمة دي في إي إس. طيب بص، احنا عندنا الكلمة العادية خالص لما اجمعها بعمل لها ايه؟ بحط لها اس. الكلمة العادية لما اجمعها بعمل لها ايه؟ بحط لها اس. تمام. زي مثلا كلمة مانس، فالجمع بتاعها مانسز، حطيت ايه؟ اس في الاخر. ده العادي، ده الطبيعي اللي احنا عارفينه. انما القاعدة دي هتختلف لو نهاية الكلمة دي اف او اف اي. ايه اللي هيحصل؟ هخليها في اي اس. واضحة؟ هخليها ايه؟ في اي اس. طب احنا عايزين مثال، بص كده. ده ايه؟ وايف. يعني ايه؟ زوجة. الجمع بتاعها يكون ايه؟ ده هي الكلمة دي منتهية بالاف اي، يبقى الجمع بتاعها هيكون نهايتها في اي اس. صح. انما لو كلمة عادية احط اس وخلاص. لو كلمة عادية يعني مش منتهية بالاف او الاف اي هحط لها اس وخلاص. تمام. يعني هتكون عاملة ازاي؟ هتكون كده. يعني ايه؟ زوجات. دي ايه؟ وايفز يعني زوجات، يبقى وايف زوجة، وايفز يعني ايه؟ زوجات. تمام. في ملحوظة برضو كده، بصوا في الكلمة دي، روف يعني سطح. روف يعني ايه؟ سطح. هنا الكلمة دي المفروض ان هي منتهية بايه؟ بالاف، صح؟ فطبقا للقاعدة دي ان انا لما اجمعها اخليها في اي اس، صح؟ بس الكلمة دي شاذة عن القاعدة دي. يعني ايه شاذة؟ يعني مش هتمشي على القاعدة دي، يعني هتمشي على القاعدة العادية اللي هو احط اس وخلاص. ايوه مظبوط، يعني هتكون روفس يعني اسطح. تمام. يبقى الكلمة دي شاذة، بحفظها زي ما هي. انا عايز برضو يعني اوضح، هي الفي اي اس دي جت منين اصلا؟ هي ما جاتش من حته بعيده ولا حاجه، يعني الموضوع بسيط. نفترض ان هو الاف دي انا حولتها وخليتها في بس، وبعدين ضفت الاس. ممكن حد يفكر بالتفكير ده. الاف حولتها الفي والاي زي ما هي، وبعدين ضفت الاس، وبعدين ايه؟ ضفت
الاس. تمام، ده بالنسبه لقواعد نطق الحرف اف. تعالوا بقى ناخد قواعد نطق الحرف جي. والجي من الحروف المهمه خالص. امتى بخليه جيم مفخمه او بيسموها يعني الجيم السعوديه، وامتى هيكون الجيم المصريه اللي هي خفيفه، هي ايه؟ خفيفه. تمام، يبقى امتى هقول الجيم المصريه وامتى هقول الجيم السعوديه. لو كان حرف الجي بعديه اي او اي او واي هتكون جيم سعوديه، يعني جيم مفخمه، يعني لما الفظ الجي يكون جي، ما يكونش خفيف. هنفهم من خلال المثال. يبقى لو كان بعديه الاي او اي او واي، ايه ده؟ انت اخدت الثلاث حروف دول قبل كده في حرف ايه؟ حرف السي. لما كان بيجي بعديه اي حرف من دول بيكون سي. اربط الدنيا ببعضيها عادي عشان تفتكر الثلاث حروف دايما. تمام، سيل، سينما، سلندر، دي كانت الامثله. ماشي، طب احنا عايزين مثال على الجي. ده مثال اهو. يلا انطق كده. بقول ايه؟ جنرال. جنرال. شوف الجي واخده وضعها في النطق ازاي، على عكس جو. شوف جو، شوف الفرق. ما بقولش جو، بقول ايه؟ جو. خفيفه. الجي خفيفه، انما هنا تقيله. ليه؟ علشان بعديها الاي. علشان بعديها الاي. واقول ايه؟ جنرال. جنرال يعني عام. على عكس مثلا هنا مش بعديها حرف من الثلاثه يبقى جيم مصريه. يبقى ايه؟ جيم مصريه. يعني ايه جيم مصريه؟ يعني خفيفه. ما بقولش انا جو، لا بقول جو. شوف خفيفه، جو. تمام، ماشي. طيب في برضو كلمه شاذه في القاعده دي. دي المفروض ان هو الجي وبعدين الاي، فالمفروض ان انا هقول جيرل، صح؟ بس لا، هي الكلمه دي مسموعه ومحفوظه جيرل، خفيفه، فنعتبرها يعني شاذه عن القاعده دي. تمام، بس تتحفظ زي ما هي. تتحفظ زي ما هي، جيرل. جيرل يعني فتاه. تمام، هنا برضو مثال كمان اهو. جول. جول. فهنا برضو الجي خفيفة. الجي ايه؟ خفيفة. ليه؟ علشان مش بعديها اي حرف من الثلاث حروف. تمام. تمام، طيب في برضو قاعدة تانية تبع حرف الجي. بصوا كده، يبقى دي القاعدة الأولى، بس هي كانت جزئين، جزء هنا وجزء هنا. القاعدة رقم 2 بقى. بصوا كده المثال ده. ألفظ الكلمة دي إزاي؟ ساين. ساين يعني علامة أو إشارة. علامة أو إشارة، صح؟ صح. فهنا أنا بقول إن الجي وبعديها إن، الجي سايلنت. الجي سايلنت. إمتى الجي بتكون سايلنت؟ لو بعديها إن. لو بعديها إن. تمام؟ زي ساين. زي ايه؟ ساين. ده بالنسبه لحرف الجي. تعالوا ناخد حرف الاتش. حرف الاتش من الحروف السهله والبسيطه خالص، مش صعبه على الاطلاق، وما فيهوش يعني اي يعني ايه ملحوظات كتير. هي الملحوظه الاولى ان هو بيلفظ عادي. الملحوظه الاولى ليه اهو حرف الاتش يلفظ عادي، مثلا زي هوت، مثلا زي مثلا هلو، مثلا زي مثلا في اسماء الاشخاص، مثلا حسن مثلا، وهكذا. دي القاعده الاولى وما فيهاش اي مشكله. القاعده الثانيه، لو عندي الدبليو وبعدين اتش، الاتش بيكون سايلنت، زي وات الاتش سايلنت، زي وير الاتش سايلنت، زي واي الاتش سايلنت، زي وايت الاتش سايلنت. وات يعني ماذا؟
أين where. واي يعني لماذا، واي يعني أبيض. تمام. طبعا يعني ايه الكلمات دي كلها تتحفظ، كل الكلمات دي بتتحفظ علشان مهمة. يبقى احنا كده خلصنا حرف ال H، خلصنا حرف ال F، حرف ال G، وحرف ال H. تعالوا دلوقتي ناخد حرف ال I اهو. ده حرف ايه؟ ال I. حرف ال I من الحروف السهلة والبسيطة. القاعدة الأولى ليه إن هو بيلفظ زي الكسرة، زي الكسرة في كلمات زي بن أو ملك. فهنا بن يعني إيه؟ دبوس أو يثبت. تمام. التانية بن كده بالإي، لو بالإي تبقى قلم. تمام. وملك يعني لبن. طب القاعدة التانية إن هو يلفظ على وضعه، يلفظ على وضعه. يعني ايه يلفظ على وضعه؟ لما اقول لك مثلا ان الحرف يلفظ على وضعه، يعني بيلفظ زي ما بتقرأه. يعني بيلفظ زي ما بتقرأه. يعني انا مثلا لما بقول اي، فانا في لفظ الاي في القاعدة التانية هقول اي برضو. هقول ايه؟ اي. لو قلت لك مثلا ان الاو يلفظ على وضعه، يلفظ على وضعه، يبقى انا هقول او زي ما بقرأه، زي ما بلفظه. تمام. طيب نشوف الأمثلة. ده مثال، وده مثال، وده كمان مثال. يلا نطبق بقى القاعدة. هيلفظ على وضعه. طب هو شكل القاعدة بيكون عامل ازاي؟ لما بيكون في نص الكلمة، لما بيكون نص الكلمة، يعني حرف الاي في نص الكلمة، نص الكلمة. تمام. وبعدين حرف ساكن، حرف ساكن، وبعدين حرف الاي. تمام. يبقى امتى الاي بيلفظ على وضعه؟ لما بيكون في نص الكلمه وبعدين حرف ساكن وبعدين حرف الاي. يلا بقى نطبق القاعده دي. اول كلمه هقول ايه؟ سايز. سايز. شوف سايز. ايز. ايز. شوف اي اهو. سايز. سايز. تمام. سايز يعني ايه؟ حجم او مقاس. حجم او مقاس. طب الكلمة اللي بعديها سمايل. 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 شوف عند الاي ايل. 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 اي اهو. ايل. سمايل. سمايل. طب يلا قول انت اللي بعديها بقى. دي. ها. محدش يقول بيب. بيب دي لما تكونوا في فرح. تمام. اسمها ايه؟ بايب. 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 بايب يعني انبوب. يعني ايه؟ انبوب. تمام. سمايل يعني ايه؟ يبتسم. سمايل يعني ايه؟ يبتسم. الكلمات دي مهمة جدا جدا جدا، لازم تحفظ الكلمات دي كلها غير الكلمات اللي هناخدها دلوقتي. تمام. طيب القاعدة رقم 3. القاعدة رقم 3 ان هو بيلفظ اي. يلفظ اي يعني يلفظ على وضعه. امتى يلفظ اي؟ اهو لما بيكون بعديه الجي اتش. تمام. بيكون بعديه ايه؟ الجي اتش. امثله. بص كده. كمان مثال اهو. تمام. طب خلينا نكتب الامثله دي فوق عشان تبقى واضحه. يعني الامثله اهي.
يلا دي امثله. هنا حرف الاي، هنا ايه حرف الاي وبعدين الجي اتش، فالاي هيبقى اي، اقول ايه لايت، لايت الجي اتش سايلنت، يعني لازم اكتبهم بس ايه في اللفظ مش هلفظهم بس لازم اكتبهم، اقول ايه لايت، لايت ماشي صح. طب دي ها رايت، رايت. طب دي نايت، نايت. لايت يعني ايه ضوء، رايت يعني ايه يمين او حق، نايت يعني ايه ليل. تمام. هل الكلام ده فيه اي مشكله؟ ان شاء الله الكلام ده يكون سهل وبسيط. ده بالنسبه لحرف مين الاي. هل في اي مشكله؟ القاعده الاولى كسره، القاعده الثانيه اي، القاعده الثالثه اي برضو. الحاجات دي كلها موجوده في مذكره المستوى الاول. عايز تطبع المذكره اطبعها مفيش مشكله، احنا مسامحين فيها. المستوى الاول كده كده مجاني، والامتحانات بتاعته مجانيه، والمذكره بتاعته مجانيه، واي حد يقدر ان هو يشوف المحاضرات دي ويستفاد منها ويطبع المذكره ويذاكر منها ويدخل الامتحانات، مفيش مشكله على الاطلاق. تمام. طيب خلينا ناخد اخر حرف معانا النهارده، حرف الجي. حرف الجي انا هكتبه هنا علشان هو ما فيهوش اي ملحوظه خالص غير ان هو بيلفظ جي بس. بيلفظ ايه جي، زي مثلا جار، برطمان، زي مثلا جوس يعني عصير، زي مثلا subject يعني موضوع، بس كده. فهنا الجي بيلفظ جي سواء كان في اول الكلمه زي جوس او في نص الكلمه زي subject، subject. تمام. طيب كده احنا خلصنا الحروف بتاعتنا النهارده، اللي هو حرف الاف وحرف الجي والاتش والاي والجي. تمام. تعالوا بقى ناخد الكلمات اللي هنحفظها تبع المحاضرة التانية. يلا بينا دلوقتي ناخد الكلمات اللي احنا هنحفظها تبع المحاضرة التانية. اكتب الكلمات مع بعض. نفس الفكرة هنمشي بالطريقة اللي انا قلت عليها في الحفظ. ان انا هثبت مقطع معين وابدأ ان انا احفظ عليه. المقطع بتاعنا النهاردة هيكون من يعني رجل. تمام. اكتب الكلمات، حاول انت تقرأ الكلمات قبل ما انا اقرأها وتطبق وتشوف ماشي صح ولا لا. تمام. حاول ان انت تقرأ قبل ما انا اقرأ معاك. يلا نقرأ. أول واحدة طبعا من، ها دي هتكون إيه؟ ماني. قلت ماني صح؟ لا ماني غلط، اسمها ميني. ميني، ميني يعني كثيرا. ميني يعني إيه؟ كثيرا. قسم الكلمة مانجو، 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 مانجو. اللي بعديها مانر، مانر، سلوب أو سلوك. ها مانيوال، مانيوال يعني يدوي، يدوي. مانديت، مانديت يعني تكليف. كلمة ديت، كلمة مانديت. تمام. اللي بعديها مان هويد، مان هويد يعني رجولة. منوفر، منوفر يعني ايه مناورة، مناورة. طب دي ها، طب دي هتبقى سي ولا كي؟ هل بعدها اي؟ هل بعدها اي؟ هل بعدها واي؟ لا يبقى كي. يبقى ده اسمها ايه؟ ماني كير، ماني كير. ده المانيكير يعني. تمام. مانديتوري، مانديتوري الزامي او اجباري. تمام. دي الكلمات. خلينا كمان ناخد الكلمات التانية. هنثبت مقطع رين. يلا حاول ان احنا نقرأ. اقرأوا قبل ما تسمعوا النطق عشان
عشان تشوفوا القراءة بتتظبط عندكم ولا لا. يلا نحاولوا كده. طب هو اصلا رين ليه؟ علشان الاي وبعدين اي تبقى ياء. تمام. القاعدة رقم 3 بحرف الاي. تمام. طيب يلا طيب. برين يعني مخ. جرينز يعني حبوب. ترين القطار. ترينر يعني مدرب. متدرب. رينبو يعني قوس المطر، اللي هو قوس القزح يعني. تمام. قوس القزح. رينفول يعني كمية المطر. رين فورست يعني غابة مطيرة. برين ويف فكرة مذهلة. لاحظ ان انا في كلمة برين ويف يعني بخفي الان، بعملها اخفاء. يعني ما بقولش برين ويف يعني بتك على ان، لا بقول ايه برين ويف بخطفها كده. برين ويف يعني فكرة مذهلة. تمام. دي الكلمات اللي هتحفظوها، ولازم تحفظوها علشان الكلمات دي هتتسألوا فيها في الامتحان الالكتروني. تمام. وبس كده الحمد لله خلصنا المحاضرة الثانية من المستوى الأول، وإن شاء الله هنكمل في محاضرات المستوى الأول في الأيام القادمة. وبس كده، وفي النهاية دمتم في أمان الله وحفظه.